لما تكون قاعد بتتفرج في امان الله على مباراة كرة قدم وحاطط طبق لب وسوداني فوق كرشك ومنسجم قوي، وفجأة تلاقي عركة قامت في الملعب يا معلم، وتبقى مش عارف ايه اللي حصل. لعيبة بتضرب بعض، مدرب بيزعق لمدرب، جمهور عمال يضرب في بعضه. طب يا ترى ايه اللي بيحصل وبيوصل الحالة في كرة القدم لكده؟ لو عايز تعرف الحكاية تعالى هقولك. هو ينفع كرة القدم لعبة عنيفة من الأساس، وده لأن مبارياتها كانت بتتلعب من غير قوانين. أي حتة فاضية وهات أي عدد معاك، يكش يا رب يكونوا 100 واحد، وهيا بنا نلعب. اللي عايز يعمل حاجة كان بيعملها، المهم إن الكورة توصل للمرمى وتخش جول. فضلت الكورة كده حتى بدايات القرن ال19 لما تم اعتمادها كرياضة رسمية في المدارس الإنجليزية، وده كان بداية تطوير اللعبة وبداية وضع قوانين ليها. الأمر ده خلى العنف المبالغ فيه يقل شوية، بس برضه فضلت الكورة فيها جزء من العنف الأولاني، وفضل الخناق والضرب بين اللعيبة بيحصل واتنقل للمشجعين، وأحيانا للأسف كان بيوصل لضحايا وقتل. مش عايز اقولك ان سنة 1970 وصلت الامور بين الهندوراس والسلفادور ان قامت حرب بينهم بسبب خسارة هندوراس من السلفادور وخروجها من تصفيات كاس العالم. نتج عن الحرب دي 3000 قتيل و15000 جريح، ده طبعا غير الدمار اللي اصاب البلدين. طب هنا نسأل سؤال، ايه اسباب ظاهرة العنف والشغب في ملاعب الكورة؟ اول سبب طبعا هو التعصب الرياضي، وتعصب كل جمهور لناديه او منتخب بلده. والإنسان بطبعه بيحب ينتمي لجماعة، ما يحبش يكون وحيد أبدا، وانتمائه ده بيخليه يخلص للجماعة لدرجة إنه ممكن يدافع عنها بأي شكل من الأشكال. وهو في الكورة شايف إن المشجعين هم العيلة بتاعته، والنادي هو الوطن، لازم يدافع عنهم علشان يكون فرد من المجموعة. تاني سبب هو إن كل إنسان عاوز يشوف نفسه منتصر دايما، وإذا ما حققش انتصارات في الحياة هيدور على كيان منتمي ليه يحقق الانتصار ده علشان الشعور بالانتصار يتنقل ليه. دايما هتلاقي التعصب موجود في الطبقات اللي عندها مشاكل حياتية أو معيشية أو مشاكل أسرية، وهنلاقي ده بوضوح في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا. أما غرب وجنوب أفريقيا فدول خرجوا لاعيبتهم بره، واللي فاضلين بيتفرجوا على الكورة وهم بيرقصوا. السبب ده بيخلي إن المكسب والخسارة عندهم مش فارقة قوي. تلاقي فريق زي صن داونز مثلا بيقدم كورة حلوة جدا انما ما يكسبش بطولة، ده لان الكورة مش بس بتعتمد على المهارة انما بتعتمد على الحماس والعنف، وده طبيعتها الاولى وجزء منها. نيجي بقى لاشهر احداث الشغب. سنة 1964 حصلت احداث شغب في عاصمة بيرو بسبب الغاء هدف في نهاية المباراة، سقط هنا 318 قتيل واتصاب 500 شخص. طبعا ما ينفعش نتكلم عن شغب من غير ريفر بلات وبوكا جونيور، دول الفريقين بتوع الارجنتين. سنة 1974 سقط 74 قتيل واتصاب 150 واحد، وده كان بسبب التدافع بين الجماهير. اما في مصر فالاحداث كتيرة جدا، منها احداث شغب في المباريات للاهلي والزمالك ومباريات الزمالك والقناة والاهلي والمحلة والاهلي والمصري، بس اكتر حادثة مأساوية في مصر كانت مباراة الأهلي والمصري وأحداث استاد بورسعيد سنة 2012، وراح ضحيتها 74 شهيد من خيرة شباب هذا الوطن. بعدها كانت أحداث استاد الدفاع الجوي وتدافع الجماهير، واللي راح ضحيتها 20 من خيرة شباب هذا الوطن. الخلاصة يا عزيزي إن الشغف في الملاعب سواء بين الجمهور أو بين اللعيبة هيفضل موجود مهما حاولنا نمنعه، وده لأنه جزء من طبيعة الكورة، موجود في جيناتها من يوم ما اتولدت. يعني الكورة الجلد دي لو حللناها هنلاقي جينات شغب وجنبيها جينات متعة وإثارة ومهارة. بس الفرق بين زمان ودلوقتي ان كان زمان الجمهور بيعمل الشغب واللعيبة تتخانق جوه الماتش، بس اول ما الحكم يصفر اللعيبة تروح تسهر مع بعض، والصحفيين والاعلاميين يكتبوا مقالات في الجرايد يطلبوا من الجمهور الالتزام بالروح الرياضية، وان الكورة مكسب وخسارة، وبيستمر الوضع على كده. اما دلوقتي فالاعلاميين ماسكين في خناق بعض، كل واحد بيدور على واحد من النادي المنافس علشان يفضلوا يرضحوا لبعض هما الاتنين، واللعيبة بتنزل استوريهات على انستجرام بتلقح فيها على بعض. الموضوع وصل لدرجة ان بقى عندنا جمهور هو اللي ليل نهار بيقول للعيبة والاعلاميين يا جماعة عيب، الرياضة تنافس شريف ومكسب وهزيمة، وخلي عندكم روح رياضية. وده يثبت لك
إن الآية اتعكست يا صاحبي. الشغب هيفضل موجود في الملاعب، بس اللي احنا بنطلبه إن الناس اللي مسؤولة عن توعية الجمهور هم اللي يبدأوا يفوقوا، وهم اللي يبدأوا يعرفوا إن دورهم مش إن هم يردحوا لبعض، إنما دورهم توعية الجمهور إن الرياضة تنافس شريف ومكسب وهزيمة، ووارد قوي إن أنت تكسب النهاردة وتخسر بكرة، وزي ما كانوا بيقولوا لنا زمان: تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة.